حكاية المرض الخمسيني، يقول لك مريضا خمسينيا، مريض خمسيني. المرض الخمسيني الذي يتهمني به، وعشان خاطر الناس تكون مش فاكرة بالظبط نعيد الحتة دي تاني. لو سمحت عزيزي المخرج عيد لنا حتة مرض الخمسيني ده. رجل يعاني مرضا خمسينيا. يعاني مرضا خمسينيا، يعاني مرضا خمسينيا. أنا لم أسمع عن هذا المرض في حياتي، فهل سمع أحد منكم أيها المشاهدون عن هذا المرض؟ مرض بهذا الاسم؟ ما هو هذا المرض يا فضيلة الشيخ؟ فليشرح لنا فضيلته أوصاف هذا المرض وأعراضه وأسبابه، وهل يأتي سمي خمسينيا ليه؟ هل يأتي نتيجة لعضة بعوضة عجوز في الخمسين من عمرها عشان كده سموه المرض الخمسيني؟ الحقيقة أنني بحثت في موقع العم جوجل عن المرض الخمسيني فلم أجد عنه شيئا. مش حاجة اسمها مرض خمسيني. فكيف يتكلم هذا العالم الجليل عن مرض لا وجود له ويتهمني به؟ ألا يفقده هذا الكلام الانفعالي مصداقيته لدى سامعيه من المسلمين؟ شيخنا لعل ما زكريا بطرس يحتاج فعلا الى الرد. واعتقد انكم وصلتوا او انتوا عندكم من البدايه طبعا الموضوع مش المفروض ان احنا بنبحث عن رد عشان نرد عليه. احنا والا ما كنت حضرتك قلت الكلمه لو لم تكن تعلم ما هي الكلمه تعلم الزوج يعني الحمد لله. كان مخطوط زكريا للاسف. اتفضل. لا لا كان مش حكايه فرق، احنا بنتكلم في كلام هو طلب من الشيخ يرد او هو طلب من الشيخ يرد، فمحتاجين ان حضرتك ترد. ايه هو المرض الخمسيني؟ ايه هي اعراضه؟ ايه وليه حضرتك وصفت بالاحترام بطرس بان هو مريض بمرض طيب خمسيني؟ عامة انا وعدته لن اخطئ فيه ولا حتى بالالفاظ الموجودة في الكتاب المقدس. الوقت القم الزكريا بيقول يعني الشيخ الزغبي هيفقد مصداقيته وهو وضع الامر محك بينه وبينه. تمام. يعني انني اثبت نعتبرها مناظره دي. يبقى هذه المناظره. تمام. يبقى سقط القم الزكريا. تمام. وانني عجزت يبقى الحق مع القم الزكريا، وبقول ان انا افقد مصداقيتي، يعني اللي انا قلته كذب، وبقولوا ان بحث في جوجل الى اخر هذه الامور. اهو يا قم الزكريا بكل ادب بقول لك يا قم الزكريا اسمعني وركز. نيجي اول حاجه مرضي الخمسيني. اول حاجه انا بقول للاقباط جميعا قبل المسلمين، للاقباط افتحوا معانا موقع الانبا تاكله. انا قلت شيخ مسلم؟ لا. ولا قلت انبا؟ انبا تاكله اهو مش من عندنا، مش من المسلمين. افتحوا موقع الانبا تاكله. سنوات مع ايميلات الناس، سنوات مع ايميلات الناس، اسئله اللاهوت والايمان والعقيده. من هم الخمسينيين عند الانبا تاكله اللي بيجب على اسئله الناس النصارى، مش بتاعتنا المسلمين. هو اهو عشان يبان مين فينا الصادق ومين اللي غير صادق، مش هقول عليه كذاب كمان، مين صادق ومين غير صادق. اهو من هم الخمسينيين ومتى نشأت، بيسألني متى نشأت هذه الطائفة الخمسينية، وبعد كده ما هو موضوع التكلم بألسنة الخمسينيين. اسمعني، في عام 1650 قامت جماعة الأبناء الفرنسيين مدعين نوالهم المواهب الرسولية والتكلم بألسنة، وما لبثوا أن تفرقوا واندثروا كذلك. ثم في النصف الأول من القرن 19، بقول له بالترتيب وراجع ورايا، في النصف الأول من القرن 19 ظهرت من جديد اللي هم أصحاب المرض دي من جديد في غرب اسكتلندا بدعة الألسنة غير المفهومة، تتكلم بتمتمات وبحاجات معينة كده، يعني بيقول لك الكلام الفارغ ده. طيب، ويقول روبرت باكستر، مش جايب له مسلم أبدا في الكلام، روبرت باكستر الذي ما لبث أن اكتشف كذب هذه الجماعة وسجل في كتابه بيان الحقائق أن معتنقي هذه البدعة يسيطر عليهم إبليس فيجعلهم ينطقون كلمات غير طبيعية. إن الظهورات الشيطانية كانت تبدو في التواء مخيف في جسمها وأعضائها وعبوس غريب في ملامحها وتحريك لسانها بتمتمات غير مفهومة مع صفير وصهيل وأنات وزفرات وتجديفات ضد الله. إلا أن هذه البدعة قد راجت في كل أوروبا وأمريكا شأن كل البدع الغربية، وقد وردت إلى مصر في الثلاثينات من القرن العشرين. في الثلاثينات من القرن العشرين دخلت مصر يا جماعة في الثلاثينات من القرن العشرين. بسألنا عن أعراض المرض، القم الزكريا، أعراض التكلم الألسنة كما يقول، مش قال لك كما يقول الشيخ الزغبي. قم الزكريا اسمعني
وقلنا اهو صدري واسع لغايه عندك في قبرص بكل ادب، بكل ادب اهو. اعراض التكلم دي كما يقول الانبا مين؟ بيشوي. الانبا مين؟ بيشوي. وموقع الانبا تكلم. عدوها انبا بيشوي. الانبا بيشوي مش شيخ، الانبا بيشوي. دي طبعا موقع الانبا في تكلا، موقع الانبا تكلا بيقول ايه؟ اعراض المرض دي: تكلم بتمتمات غير مفهومه. 2 الارتجاف والسقوط على الارض. 3 تشنجات. 4 اغماء. 5 صدور اصوات تشبه اصوات الحيوانات. 6 حدوث هزات عصبيه. 7 حدوث صرع. حدوث ايه؟ صرع. مش كده وبس، الانبا بيشوي بيقول ايه؟ سكرتير المجمع المقدس بيقول في كتاب موهبه التكلم بالسنه. الانبا انا ما قلتش مسلم، نقراها من الكتاب. طيب نقراها من الكتاب. انا عايز لا اظهر الكتاب موجود على الشاشه يا شيخ. موجود على الشاشه. الكتاب موجود على الشاشه. بيقول بالحرف: فهل هذا كله لا يوازن أن يقف واحد يقول كلاما غير مفهوم بلغة لا وجود لها، أو آخر تحدث له تحدث له تشنجات، أو يقع على الأرض، أو يغمى عليه إلى آخره؟ هل هذه الكنيسة؟ هل هذه الكنيسة المجيدة التي بلا عيب المزينة مثل عروس لرجلها؟ هل هي مجرد هذه الظواهر الغريبة والهمهمات غير المفهومة والأصوات التي تشبه أصوات الحيوانات؟ هل هذا هو الامتلاء من الروح القدس؟ هل هذا هو الامتلاء من الروح القدس؟ يا ريت تظهروا لهم مين اللي اتهم القمص زكريا بانه عنده هذا المرض، وبلاش محمد الزوبي يتكلم. يعني مش حضرتك اللي قلت ان هو عنده مرض 50؟ ابدا، عند الكنيسه. اظهروها. لو الفصل جاهز معاك يا محمد تظهره لنا. طيب نكمل لحد ما محمد يجهز الفصل ده، ونتكلم في الموضوع ان احنا يعني زي ما حضرتك اشرت او زي ما احنا بنقول، هو قال ان دي نقطه تحدي، ان حضرتك تقدر تثبت ان في حاجه اسمها مرض 50. انا من غير حتى المقطع واثبت امتى وظهر فين وكيف واعراضه، واجبت. واظن بعد ما نبين وهيشوف المقطع من الكنيسه اللي عليه ايه، اظن ان على القمص زكريا الان ان يعترف وان يقول الزغبي على حق وانا على باطل، وانا بقول له ادعوك للاسلام فاشهد ان لا اله الا الله